المعهد العالي للفنون المسرحية، مرحلة الدراسات العليا، شعبة الإخراج الدرامي، قسم الديكور تحت إشراف دكتور أحمد عبد العزيز، قسم الإخراج تحت إشراف أستاذة دكتورة سميرة محسن. العرض المسرحي في شقة جاردن سيتي، تأليف عبد الله شاهر، إخراج محمد سراج الدين. في الحضور إغلاق الهواتف المحمولة حتى يتسنى لنا بدء العرض المسرحي. الله، ايه التليفون ده؟ دخلت شقة الملك ولا ايه؟ الو، ايوه يا حاج شربيني، ازيك يا حاج وازاي صحتك؟ ايوه يا حاج، ما انا قلت لك فلوسك النهارده هتكون عندك بالليل. ماشي يا حاج، ادعي لي انت بس. ايوه اصل انا كان ليا يعني فلوس كده مع واحد واخدهم منه النهارده. ماشي يا حاج، ادعي لي. سلام 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 سلام. نشوف بقى الشقه دي بتقول ايه. الله، راديو. ايه ده؟ هو البطيخ اتقل بركته ولا ايه؟ مش كان كبير عن كده باين؟ مبقاش في بركه في اي حاجه خالص. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ يا نهار مش فايت، يا نهار مش فايت. ايه ده؟ انا نسيت الكهرباء ولا ايه؟ ده انا كده هدخل في الشريحه الاعلى. يا نهار مش فايت. الله، بس انا عمري ما نسيت الكهرباء دي خالص. يكونش في حرامي دخل الشقه. ايه ده؟ حرامي ايه بس؟ ده لو غبي وقاصد يتمسك مش هيسيب النور ويروح يشغل الراديو. هو تلاقيه بس عارف ان انا موظف فما لقاش حاجه يسرقها في الشقه فقرر بقى ينتقم مني، راح مشغل الكهرباء عشان ادخل في الشريحه الاعلى واروح في ستي. نهار مش فايت، يا نهار مش فايت. حرام والله، انا كده بدفع كهرباء كتير. انا بدفع كهرباء كتير يا ست البطيخه. يا نهار مش فايت. ده انت نهارك مش فايت فعلا. انا كده دخلت في الشريحه الاعلى. الهي تنشل في لسانك يا بعيد لو قلت لي اني في شقه موظف. ما ترد يعني ارد واتشل يبقى حضرتك واحده ست. ايوه ارد واتشل، يعني انا موظف يا ست. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، ربنا ينتقم منك. ده انا كنت عايزه افك ضيقتي بالشقه دهيا وفي الاخر تطلع شقه موظف ودخلت بطيخه تحت باطك. يلا معلش، انا اسف ان انا ما كنتش على قد ثقتك. سامحيني. بس اتلهت. ايه ده؟ لا من فضلك كله لا تجريح. على فكره انا ممكن اتقدم بشكوى لحضرتك لمدام اعتدال، ومدام اعتدال بعد ايه ممكن ما تدخلنيش في السجن. ايه الرأي ده؟ يلا مدام اعتدال مين؟ مش كفايه انه واقع في انابيزي موظف؟
اتريني يا ربي مش مرتاحه. انا من ساعه ما دخلت الشقه الكئيبه دي قلبي كده مش مرتاح. لا 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 لا، جاتك نيله جاتك نيله. معلش ما هو محدش بياخد كل حاجه. بقول لك ايه؟ في ايه؟ بتجري ورايا ولا ايه؟ ما اسمعش صوتك. حاضر. حسك عينك الباب يخبط تفتح. عارف هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هذبحك. يا لهوي. هسلخك. هنفخك يلا. جاتك نيله. معلش الله يعمل والله العظيم يا رب. خلاص اعتبري البيت بيتك يعني، خدي راحتك. بس بقول لك ايه، ممكن طلب؟ اخلص. ممكن بس حضرتك لو بهدلتي حاجه ترجعيها مكانها. اصلا ما عنديش حد بيساعدني في البيت، فممكن لو بهدلتي حاجه تروح مرجعها مكانها عشان نعم يا عينيا. خالص ولا اكني قلت حاجه. بصي في الاتهام ولا قسما عظما لو طلعت بتشتم لكن مطلعه اللي فيك يا ستي. بشتم ايه ده؟ انا بقول لك اعتبري البيت بيتك بس بالانجليزي. لا يا اخويا ماليش في الانجليزي. وتحد بقى قبل ما اشوف اي نيله جوه. جاتك نيله. ايه ده؟ في ايه؟ حضرتك مرعبه جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ولا انت حارق دمي وانا هحرق دمك زي ما انت حارق دمي. ايه ده؟ في ايه؟ انا اعمل كور ولا اعمل ايه؟ ولا شغل الراديو. ليه؟ شغل الراديو اهو. هو كيفي كده. انا ما احبش اسرق غير وانا متمزجه متونسه بالمزيكا كده اهو. يا ستي ابوس ايدك، انا الراديو ده عندي بيشتغل بالكهرباء، فكده هدخل في الشريحه الاعلى، والشريحه الاعلى بقى هتدخلني في الشريحه اللي بعدها وهدفع. شغل الراديو. انا خلاص الجديد ده. ايه؟ انا هي بتقول ايه يالا؟ يا ستي في بيتي وبتسرق، ايه ما برطمش؟ بقول لك ايه؟ ما تسمعش حسك. انا داخله جوه ادور على اي حاجه نيله تجيب لي فلوس. حاضر. الباب ده لو خبط عارف لو فتحته هيحصل فيك ايه؟ ايه؟ هذبحك. يوه هسلخك. يا ساتر. هنفخك. هروح فين تاني؟ جاتك نيله. اوف. ايه؟ لا ده بقول لك هشغل الراديو اون واوف. ايه ده؟ ايه ده؟ اهو هشغل اهو. أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على سارق هاتف أحد المراسلين الصحفيين الذي كان يبث مقطع فيديو خلال بث مباشر عبر هاتفه. وحش. شفت قلة أدبه؟ أهو يعني بقى. يا ربي في ايه؟ ده بعد الراجل ده فلوس ولا ايه؟ مش عايز اسمع حاجه. يا رب الشقه تكون عجبتك. وبعدين بقى في المصيبه اللي انا فيها دي. يا وحيد يعني هتعمل ايه؟ انت مش شايف السلاح اللي في ايديها؟ الله. بس برضه في الاول في الاخر دي يعني بنت. انت المفروض راجل قوي. ايوه انا هستخدم قوتي. انا هعمل ايه بقى؟ هستناها وهي خارجه واقوم جاي مكعبلها كده وبكلمه ايدي دي كده مديها على بوزها. بوز مين يالا؟ بوز مين؟ بوزه. بقول يعني انا لو صيني هتعبد لبوزه. انا سامعاك بتقول بوزها. جوزها بقول زمان جوزها قلقان عليها عشان مع شاب غريب في شقه لوحدهم والشيطان تالتهم، فاكيد يعني هيكون في بعض بوز مين يالا؟ جوز حضرتك. لا انا حضرتي مش متجوزه. فكرتني بالذي مضى. الله. يا وحيد دخلت الدخل غلط. مش متجوزه. انا هستخدم الحنيه قوه. واضح ان القوه مش هتجيب معانا نتيجه. يا استاذه لسه شكلك خاسه. ممكن اعرف حضرتك؟ اتفضل. ممكن اعرف اسم حضرتك ايه؟ وفاء. حلو الاسم ده جدا وفيه وفاء كده. ولاء ده احلى طبعا وفيه ولاء كده. وانت مال اهلك؟ مال اهلي؟ يا ستي ده على سبيل التعارف يعني. لا معلش ما بتعرفش على الموظفين. اوه بقى موظفين. يا وحيد يا جدع دخلت الدخله الغلط. انثى يعني غزل. انا هقول لها قطعه شعريه. استاذه لسه ممكن تبصي لي بصه؟ لا تحارب بناظريك فؤادي
فضعيفان يغلبان قويا. صفي الدين رجعنا للشتيمه والرجاله بتاعي. لا خالص والله، ده بقول لك غزل عفيف. بقول لك ايه، بلا غزل عفيف بلا غزل ونسيم. دم خفيف لدرجه خالص والله. مش انا هقع ولا ايه؟ لا مش بسخن، ده انا بس بحاول افك القعده يعني بينا. فك ايه يالا؟ انا اشغل الراديو. ليه؟ يا ستي ايه؟ في ايه بس؟ لا كهرباء. ايوه يا بنت وانت معايا يا نجمة الفنون الشعبية، يا سوليست فرقة رضا. كده عليا بقى، كده عليا. ممكن طلب؟ لا يا ربي ابوس ايدك، كفايه استهلاك في موارد البيت، كهرباء واكل وحاجات. انا مش فاهمه يا ربي شقه ايه دي اللي لا فيها حاجه تتسرق ولا تتاكل دي يا رب. معلش يا استاذه، معلش تعالي على نفسك شويه وربنا هيسهل لك. ولا انت سديت نفسي يلا. باين. بقى فين؟ ايه اتبقى اهو حلو ده. كفايه بقى. ايوه مش مستني حاجه. يا وحيد، انا شفتك وانت طالع بالبطيخه، عايز تضحك على عمك حميد، عايز تاكلها لوحدك. عموما انا قاعد وفاتح باب الشقه وبوريني بقى تنزل ازاي من غير ما نشوفك. وعشان الحركه تهجك انا هاخد نص البطيخه وهوديك في الدكر وهطلع طيلمان بوزك يا وحيد. الله يخرب بيتك ويخرب بيته ويخرب بيت البطيخه. انا كده لو نزلت المفجوع ده هيشوفني وممكن يطلع طيران بوزي. شفتي بقى انا عايش معاه. اقول لك على حاجه، هو دلوقتي ده ميعاد الدواء بتاعه. يعني نص ساعه بالظبط ياخد الدواء ويروح ينام. اقول لك على حاجه، هقول لك ارتاحي واول ما ينام تروحي نازله انت على طول. ايه رايك؟ الله يخرب بيتك. حاجه حلوه اهو. يا رب ارحمني يا رب. ايوه ارتاحي كده واقعدي كده على رجلك شويه. ايوه اهم حاجه ايه؟ ما تستهلكيش حاجه في البيت. انا مش فاهمه يا رب ازاي بخيل قوي كده هون، ويعني خايف من فاتوره الكهرباء ومفيش قرش في البيت. ايه ده؟ لا من فضلك انا مش بخيل، انا حريص. كل الحكايه حريص شويه على فكره. انا معايا فلوس كتير جدا، بس انا فلوسي كلها ضايعه على الجمعيات والاقساط، فعشان كده يعني ما بيعيشليش قرش. جمعيات يا عم تلاقيك لا عارف تاكل مراتك ولا عيالك. اجري. مراتي وعيالي ايه؟ ربنا احن عليهم مني. يوه ايه؟ يقطعني ما اقصدش. ايه؟ يا عم شقاوة عمرها ما زعلت حد بصراحة. شقاوة؟ يعني بقى شقاوة دي اللي انت عملتيها دلوقتي ولا انت اسمك شقاوة؟ انا اسمي شقاوة. ايه ده؟ الله اسم حلو قوي الاسم ده. ايوه حلو قوي اسمك، اسم فيه شقوة كده جميل يعني. الله يخليك. لا جميل ربنا بجد. يخليك والله. قول لي بقى. اقول لك طبعا. قول لي. قولي طيب. هما ماتوا ازاي؟ ايه ده؟ هما مين دول؟ مراتك وعيالك. واحنا في حد معانا هنا تاني؟ لا استهدى بالله كده عشان انا خلقي ضيق وبزهق بسرعه. مراتك وعيالك اللي لسه معيطين عليهم وقايلين يقطعوا والحاجات دي. يعني قصدي بقول لك ربنا احن عليهم مني. ما جوش، انا اصلا ما اتجوزتش. يا رب لا يا رب كفايه بقى يا رب حرام عليك. والله في مس اندرستاند. يا رب انا عاجله باي عقاب بس ما يكونش مع الموظف الرغاي ده. انا مش فاهم بس مالك كده في ايه؟ انا غبيه. انا ايه؟ غبيه. ولا انا اللي اقول بس. ما هو واضح انت مفيش حد يؤمن بيك. يا اثبت اهو يا موظف. انا لسه شقاوة. نيله من فضلك، انا طول عمري بعتز كوني موظف، بس مش عارف ليه كل ما بتنطقيها كده بحس ان ياكي كده، بحس ان كرامتي بتوجعني. اتلهي. انا بتهان ولا ايه؟ انا بتهان كده بتهان يعني. ايه اللي انا سامعاه ده؟ يا هانتي سامعه يا هانتي؟ بتقولي لي كده وبتسمعي يا هانتي؟ ايه ده في ايه؟ شمشيني في ايه يا حضرتك؟ دي رن التليفون. انت معاك محمول يالا؟ وسايبني بدور في الكراكيب ومعاك محمول يالا؟ بتخ
تخدعني يالا. فاكر نفسك هتضحك عليا يالا. طلع محمول يالا. طلع المحمول يالا. طلع المحمول يالا. حاضر يلا اتفضلي. طلع المحمول يالا. افتح ايدك. اللي في ايدك ده المحمول. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ده المحمول؟ ايوه. ده بينزل. ايه ده؟ ايه ده؟ ده التليفون القاضي برقبته يا عم انت. معلش بقى. مفيش كاميرا حتى. كاميرا؟ معلش بس انا جايبه عشان ارد بيه على المكالمات وابعت منه رسائل التهنئه. يا مالك بختي انا. خد يابا الله يعوض عليك يابا. خد. الله يعوض عليا. عليا وعليك وعلى سنين السودا. سيبني ده انا مبقوقه. مين اللي اتصل؟ ده عم حامد ده ها؟ بطيخه. هو لسه ما نامش الراجل ده؟ هينام دلوقتي. انا كرهته وكرهتك. عيل فقران ومفيش واحده ترضى بيك. عيل فقران ومفيش واحده ترضى بيك. ماشي. انت صح. على فكره انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي مش عشان موظف، لا. عشان مفيش واحده ترضى بيك. لا خالص. كل الحكايه بس اني مرتب قليل حبتين، فبصراحه كده مش هتجوز واخلف واجيبهم يعني مرمطهم معايا. بص هو انا مش طايقاك، بس انا يعني عايزه اقول لك كده معلومه لنفسك يعني. ماشي قولي. كل خطوه يا سيدي بتيجي برزقها، وهوبا تلاقي نفسك هوبا في حته تانيه على طول. يا سلام. طب على فكره بقى، انا ليا واحد صاحبي خد بمقولتك ده، اسمه سعيد حتى. الله يمسيه بالخير. خد بمقولتك دي بقى وايه؟ بقى في حته تانيه خالص. ياكل يشرب ينام يلبس ببلاش. الله ده فين الحته دي لا مؤاخذه؟ في السجن. ايه؟ بيجي في علات الغريمات في رمضان. لا ما هو مش كل الدنيا كده يعني ولا ايه؟ طب انت متخيله يا استاذه شقاوه. يا استاذه شقاوه. ربنا يخليك والله. يا ستي ماشي. انت متخيله يعني ايه اتجوز واخلف وندخل بقى في دوامه كبيره ما بتخلصش. الاكل والشرب والمواصلات منين اجيب كل ده؟ عارفه يا اخويا. طب يا ستي افرضي جبت عيال، انزلهم يشتغلوا من هم عيال صغيرين ويجوعوا ويتشردوا. حلو ده. هو ايه ده اللي حلو؟ ده انا ماسك ايدي في المصاريف اهو زي ما حضرتك شايفه كده يعني، ويا دوب قادر اعيش بطولي كويس. ما بالك بقى لو. طب بلاش دي يا ستي. طب انا عيل فقران ومفيش واحده ترضى، ما تنساهاش. ماشي مفيش واحده ترضى بيا. تقدري بقى حضرتك تقولي لي ما اتجوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ واحد بتدوري على واحد تكون في علاقه جاده سيريس وكده. ونس. انت عايزه ايه؟ الست عايزه ايه غير الونس والاحتضان وانت مال اهلك. الله مش الطريقه دي بقى على فكره. خالص ده انفعال لحظي. انفعال لحظي. شفتي؟ ده بقى انا بقول لك يعني انك لو كنت متجوزه كان زمانك مرتاحه وهو شايل الحمل عنك. ضحكتي على الجري يا باشا. بجري جري البطه كده انا عارف. صراحه اصلك قلت نكته يعني. انا قلت نكته دلوقتي. يا راجل هو في راجل بيريح. فيمنست بقى وبتاع. ده انا بعيد على الدنيا لقيت ابويا مريح. وامي هي اللي شقيانه، وبعد يا عيني ما ماتت فضل برضه مريح وانا اللي شقيانه. طب قولي لي بصراحه كده يعني، من امتى يعني وازاي بقيتي حراميه؟ ابويا هو اللي اكتشف فيا الموهبه منذ انا كنت صغيره. يا سلام. الاول علم امي ازاي تختار الشقه المناسبه والوقت المناسب لتنفيذ العمليه. وبعد كده بقى كان بينزل بصراحه يعني معاها الاول لحد ما بقت بريمو، وبعد كده بقى يشرف هو على الخطه كده بالبيت. يعني لما ماتت بقى انا دخلت مكانها. ده فتح مركز تأهيل ما شاء الله. انت بتسخف على ابويا انا ولا ايه؟ خالص يا ستي. ايه ده؟ اهدي بس اهدي. انا بقول دي بصراحه كده الشغلانه دي خطر. مفيش شغلانه مش خطر، وبعدين لو مضطر يعني هتعمل كل حاجه واي حاجه بصراحه. ايوه يعني بس حرام. ايه؟ حرام. ايه؟ لا دي بالعربي عادي. حرام. ايه؟ الحرام. حرام. حرام. هو العيشه بقى اللي احنا مش عايشينها دي اصلا مش حرام؟ انك مش عارف تتجوز لحد دلوقتي
مش حرام؟ شغلتك بقى اللي انت فرحان بيها وبتاخد منها شويه ملالين كده مش حرام؟ وكل ده مش هيخليك تعمل الحرام وتمد ايدك بس عشان تعيش؟ خد بالك انا بقول لك تعيش مش تعيش كويس. برضو ده مش مبرر للسرقه. قال هو انت موظف ايه؟ موظف حكومي. ايه؟ موظف كبير يعني. ايه؟ موظف محترم الحمد لله. موظف ايه؟ موظف ارشيف. انا ما بحبش اقول ارشيف عشان الضحك اللي بيجي بعدها. يعني ما عندكش فرصه اصلا للحرام يا عيني. لا على فكره عندي. ازاي بقى؟ انا تحت ايدي مستندات واوراق تخليني اهدد وابتز واخد فلوس قد كده. ما عملتش كده ليه يا معلم؟ عشان مستحيل اعمل كده. شرف بقى وامانه وكده. ايوه طبعا. الله. ولا ما جاتش فرصه؟ ما جاتش فرصه يا لئيم، ما جاتش فرصه يا لئيم والله. بص بعينيك ما جاتش فرصه. لا مش عشان كده. انا المستحيل عشان الاحتياج ان انا ابيع نفسي يا استاذ شقاوه. انت فاكر نفسك احسن مني؟ يا ستي لا انا بس كل الحكايه اني انا شايف ان كل واحد فينا مختلف عن التاني بس. شفتي؟ مش ملاحظ حاجه؟ انا ملاحظ. انت ملاحظه صح؟ قوي بصراحه. ملاحظه ان في كم يعني احنا خدنا على بعض بسرعه صح؟ الراديو مقفول، شغل الراديو. انت قلبتك وحشه قوي على فكره. يلا. حاضر اهو. على فكره بقى انا مش وحشه، انت مش احسن مني يعني. انا بحاول اخد جزء بسيط قوي 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 من حقي. اللي بياخدوا معاهم فلوس كتير مش سايبين حاجه لغيرهم. وانا مش بسرق اي حد، انا بنقي اللي اسرقه. يعني ما اجيش على حد غلبان زي يا معلم. انا باخد على قد احتياجي. روبن هودا. لا ده واحد كده كان بياخد من الاغنياء عشان يدي للفقراء. ايوه هو حاجه شبه كده، بس انا باخد بقى كفايتي وبس. طب طالما بتختاري قوي كده، هو ايه اللي جابك هنا؟ حظي الفقري. اتغريت في شكل العماره من بره، قلت بقى يا بنت عماره في جاردن سيتي فخمه من بره، يبقى هي دي اللي عليها العين. كنت فاكره تحت القبه شيخ، طلع ايه؟ ايوه ايه؟ موظف. يا ساتر. تكميله. انا مش عارف ليه ما بتنسيش حكايه ان انا موظف. لا ده التليفون اصلا. طب بقول لك ايه؟ ما شفتنيش؟ ما تعرفنيش. ارد طيب. رد. الو ايوه. انا ما عنديش حد هنا ومحدش بيسرق هنا. ايوه. ومحدش رافع عليا سلاح. حلو ده. ايه؟ انت مالك ومال يا سيدي؟ ما بشاركك حياتي. عايز مين انت؟ عايز الحاج ايه؟ انت الحاج ايوه عايز مين؟ لا يا حاج شربيني ما عندناش حد اسمه شروق. يا ستي ايه؟ اثبت يلا. الله يحبتك ده عسل. ما يقفل عادي. ما اسمعش حسك. اهو. زيو. الو. ايوه يا حاج شربيني. ايوه يا حاج، ما انا قلت لك حاجتك هتوصلك بالليل بقى، ما تقرفناش يا عم. معلش اصل انا كنت بتكلم الكشك. عايز كيس شيبس وازازه بيبس وعلبه كليوباترا. شفت بقى يا حاج؟ ما تتصلش هنا بقى تاني عشان انا ماشيه من الشارع كله. ايوه ماشيه من الكشك. الكشك. عايز كيس شيبس وازازه بيبس وعلبه كليوباترا. معلش يا حاج، اصل كشك موظفين بيطلبوا كل مره نفس الحاجات بنفس. معلش يلا ادعي لي انت بس يا حاج. سلام. نوع يا اخي، نوع شويه ابداع خيالي بس. ماشي هنوع بس. قولي لي كان عايز ايه الحاج شربيني يا شروق؟ لا ما تخلاش على كده. خليك في حالك. خليني في حالي. قولي لي يمكن اعرف اساعد يا شروق. يا شروق؟ تساعد مين؟ ده انت كنت حاططهم عشان الرطوه هندخلني في
الشريحه الاعلى. ما انا لسه كمان هشوف فاتوره التليفون دي هتدخلني في انهي شريحه. يا عم بقى كفايه بقى. قولي لي مش يجوز يكون ايه؟ يجوز يكون اعرف اسد يا الشروق؟ هتسد؟ جربي. كفايه بقى اللي بينزل ده. شوف كده لا ده هو بيرن مين؟ بس. اقفل. هو قفل لوحده، هو بيرن بس. بقول لك ده عم حامد. بطيخه. بطيخه. ايوه بقول لك ايه يا عم اللي هتسد؟ قولي لي. انت عارف عم بطيخه ده كويس؟ عارفه كويس، ده عشرة عمر. اي نعم هو بخيل حبتين على الرغم ان معاه فلوس قد كده على قلبه، بس بقول لك ايه، ما يحبش يصرف منها خالص. يخش يخبط على مين؟ يخش على الثلاجه على طول، يفتح الثلاجه يلاقي شويه رز يروح واكلهم، شويه فاكهه يروح واكلهم، نص بطيخه يروح شايلها واكلها ايه ده؟ ايه؟ عايزان يسرق الراجل. لا 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 ما اقدرش. تقدر. انت هتبقى نضورجي. هتدخل تنيم وانا اقشط الشقه. لا 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 ما اقدرش. تقدر. خايف ولا ايه؟ اقول لك على حاجه، فكرني في حل تاني. انت صح. ايوه احنا يابا مختلفين عن بعض يابا. ايوه انت مثلا جريئه جدا. جريئه جدا وبتلعبي في اي حاجه هتيجي في ايدك سيبيها. بس يلا. ده انت ايه الاصوات دي؟ ده انت من جرأتك جايه تسرقي شقه في عز الظهر. ما هي دي الذكاء ولا يلا استحاله حد يفكر ان في حرامي يسرق في عز الظهر. يا سلام. اولا الشقه كانت مظلمه تماما، يعني ما فيهاش حد. ونحن هنا امام احتمالين. اما يكون صاحب الشقه غني ومسافر بره وقافل الشقه. ايوه اللهم احفظنا موظف زي حالتك كده اهون. وطبعا ما فيش موظفين بيرجعوا قبل العصريه. بس فاتت عليكي حاجه يا استاذه فقيقه، كانت ممكن تكشفك لو حد بلغ عنك. حد غيري بلغ عنك. ايه بقى ان شاء الله؟ ان حضرتك اتكلمت من التليفون الارضي مش من المحمول. ما انا ما بطلعش العمليات الكبيره بالمحمول بتاعك. يا سلام. ليه؟ هقولك. قولي. فرضنا رني وانا شغاله وحد صحي لم عليا الناس. بلاش. افرض مثلا يعني اني خصمتك يوم؟ لا، افرض مثلا ان التليفون وقع مني في عز الشغل. يبقى حقك كشفت رسمي يا معلم. لكن مفيش يعني حد بيظن ان ممكن الحرامي يتصل من تليفون الشقه المسروقه. يا سلام. عن الحكومه تماما ينظروا في هذه النقطه. الله على الابداع، الله على الفلسفه، الله على الفكر، الله على ايه الفقاقه دي؟ هاتها. هي دي المبخرة عشان الحسد. انا اتخنقت. ايه ده؟ ايه القلب؟ انا عايزه امشي. انا همشي خلاص. امشي. بص، عارف لو حد عارف اني كنت عندك هعمل فيك ايه؟ هذبحك، هسلوخك، حفظتي يا ستي. ايه ده؟ انت مستنيه حد؟ ايه ده؟ لو فاكر اني هنام انسى، انا صاحي ومستني نص البطيخه. يا طايله منبوذك اللي هيطلع. طيب منبوذك انت اللي هيطلع. شفتي بقى. الله يخرب بيتك ويخرب بيتك. يا ستي اقعدي بس ارتاحي كده وهو بصي اقول لك في ايه الاصوات دي؟ هو لو ما نامش دلوقتي انا هنزل اديله نص البطيخه واروح جاي اقفل الباب، تروحي انت نازله على طول. يا رب ارحمني من الاصوات. طب على فكره بقى انا ممكن اعمل اصوات احسن منك. الكمان الحزين هوايه. اصلا انا عندي، انت ما عندكيش هوايات صحيح؟ بس يا حماد. بس يا حماد. طب احنا لازم طالما قاعدين يعني نتجاذب اطراف الحديث، نتشاور، هو انت ليه ما فكرتيش تتوبي وتفتحي مشروع بدل السرقه اللي بس يا ابني حرام عليك، انا جايه اسرقك مش جايه اتقدم لك. يلا ما احنا ايه الرأي ده؟ نقعد قاعدين ساكتين كده. قولي لي
هنفضل ساكتين؟ هو انت ما صدقت حد زارك في بيتك عشان تتكلم فيه ايه؟ صراحة انا بقالي كتير قاعد لوحدي. هو مش كتير، والحقيقة انا طول عمري لوحدي. والدي انفصل عن والدتي. لا 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 لا، الف سلامة، مش هقدر والله. تعبني يعني، بس مش ايه ده؟ قادرة. صعبانيات يابا بقى، وابويا وامي كان عندها كده. انا قلت امي عندها كده؟ ما اقدرش، هي كانت مرارة واحدة وانفجرت لما عرفت انك موظف. مفيش مكان اخزن فيه احزانك. معلش ما تخزنيش، خلاص انا اسف. تريقة بس. الكمان الشقي. يا سلام. يا عم خلاص احكي، يا عم احكي. بس هي انفصلوا دي اللي هي اتطلقوا؟ ايوه انفصلوا. طب يلا احكي، بص احكي. الله. خلاص يا عم، خلاص يا عم، احكي احكي احكي. انا حاسه ان في تلك الحياه المظلمه في تربه. احكي لك ايه اصلا؟ اقول لك ايه؟ بعد الانفصال رحت عشت مع جدتي لحد ما ماتت يعني باختصار كده الشقة دي تعتبر ورث عائلتنا الكريمة، وطول ما انا كنت عايش معاها كنت عايش وكأني لوحدي. على فكره انا كمان زيك، انا عشت حياتي كلها لوحدي. بابا وماما انفصلوا، كل واحد راح يتجوز وعاش حياته. لا اب بيسال ولا ام بتهتم. انا حتى ماليش صحاب. ما كانش ليا صحاب، حتى في الشغل ماليش صحاب. ماليش صحاب بنات، ده انا من وانا صغيره كانوا بيعاملوني كاني ولد. طب ما أنت ليه اتجوزتيش ليه فكرت؟ لحد دلوقتي؟ لا بجد بقى، ما فكرتش كده تمشي مع واحده يعني؟ خالص. ده بخل طبعا عشان ما تصرفش على اتنين. لا، كل الحكايه اني بخاف ارتبط او ادخل حياه حد وحد يخش حياتي واتعود على وجوده وبعد فتره يسيبني ويمشي. فقلت بقى ايه، اخدها من قصيرها كده واكمل حياتي كلها لوحدي اهو، واديني اتعودت عليها. يا عم انت صح، عندك انا اهو. انا لو اتجوزت وعرف ماضيه ما اكيد هيسيبني، مش بعيد من قبل ما نتجوز اصلا. ماضيه بقى وماضي امي وابويا، يا لهوي علينا تاريخ عيله مشرف ما حصلش. تضحك على تاريخ العيله المشرف صح؟ انا بضحك عشان عمال اقول لك احنا مختلفين بس احنا الحقيقه شبه بعض جدا. كل واحد فينا خايف يتغير او يغير اللي حواليه وماشي في طريقه كأنه هو ده الطريق الوحيد المتاح. مش عايزين اي حد يدخل حياتنا يشاركنا في اي حاجه. طب نتكلم جد بقى. ليه ما فكرتيش تدخلي؟ ليه ما فكرتيش تفتحي مشروع؟ تصدق انا مره سرقت فيلا وخدت الفلوس عملت بيها مشروع. حلو قوي ده، ها؟ ونجح؟ نجح. وجيت النهارده اسرقك عشان افتح الفرع التاني للمشروع. تريقه بس. يا عم حرام عليك، ما سؤال مستفز بصراحه. ما هو لو نجح ما كان زماني مرزوعه في امه، انا اللي هيجيبني هنا. علينا قاعدين بنتكلم. مفيش مشيان ولا ايه؟ مش شقه ده هي. انا مبسوط ان احنا بقالنا فتره. ايه الاصوات دي؟ انا ممكن اشغل لك، اعمل لك حاجه يعني احسن من الراديو. والله انت تاني؟ ده حتى اخر العمر عمر خورشيد جيتار. ايه ده، انا نسيت اقول لك، تعرفي ان انا كنت بلعب جيتار ايام الجامعه؟ يا سلام على ايام الجامعه. انا ممكن اسمعك حاجه على فكره احسن برضه من ان احنا نشغل راديو وتتبسطي منه. هو الجيتار عندي هو لسه كنت بلعب عليه قريب، فيا رب يكون مظبوط. اقول لك ايه ماشيين في الحياه مليانين جراح وقار،
بوصلة مش معرف له اتجاه، إن دنيا الوحدة والاسم بس عايشين، نتمنى ربع فرصة نبقى بيها كويسين. امتى دنيا هتضحك لنا مبوزة ليه على طول؟ ده احنا خلاص جبنا اخرنا مش نافعة معاك حلول. امتى يا دنيا هتضحك لنا مبوزة على طول؟ ده احنا خلاص جبنا اخرنا مش نافعة معاك حلول. ماشيين في الحياة مليانين جراح طريقنا ملهوش بوصلة مش معروف له اتجاه. طريقنا ملهوش بوصلة مش معروف له اتجاه. الله يهدك يا شيخ. الله؟ انا ناقصه حزن؟ ما كفايه طلعتك البهيه اللي كانت وش السعد عليا. حلو، ده ممكن نعمله اغنيه. كلمه كمان وهغزك وانزل اغز ابو البطيخه المفجوع ده. انزل شوفه. انت نقلتك. انزل شوفه. حاضر حاضر، بس ايه اديني انا نازل اشوفه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هات حاجه قول لي. غلبان بس موظف، بس طيب بصراحه يعني. بس هو ايه يا بنت شقاوه؟ طيب لنفسه، احنا مالناش علاقه بيه. ماشي بقى، ما تزقيش انا. ماشيين في الحياه مليانين جرح ولا ماشيين في ايه الحياه. ده اللي انت عملتيه في الاغنيه ده؟ بتريق. تريقي؟ المهم الراجل نام. نام، بس انت حفظت الاغنيه. الراجل نام. ايوه نام خلاص. طب بالاذن انا بقى. الله. ايه ده؟ وانا مش هشوفك تاني. ايه دي يا عم؟ ايه ده؟ بص انت طيب، شكلك كده يعني ابن حلال. انا رايي شوف لك شغلانه تانية وجيب منها قرشين احسن يعني واتجوز. حاضر. تنزل تشتغل معايا. اشتغل؟ يا عم بهزر معاك. طب انا بس عايزه اقول لك نصيحه. ايه؟ ما تتغيرش، ما تعملش الغلط ولا الحرام اللي بتقول عليه ده. ماشي؟ حاضر. قول ماشي. ماشي ماشي يا عم. بس برضه ايه؟ ما جاوبتنيش. اشوفك تاني ولا لا؟ شايف الباب ده هو؟ شايفه. انا مجرد ما هخرج منه هنساك وهتنساني، مش هنتقابل تاني ولو صدفه يا وحيد. ماشي؟ ايه القلبه دي؟ بتضحك عليا. اصلك قلت لي يا وحيد مش يا موظف. يا عم بقى خلي بالك من نفسك يا عم. ماشي. سلام. ايه ده؟ استني انا امسكي. ايه دول كل اللي معايا دلوقتي. وبتزعل لما اقول لك يا موظف؟ يا ستي امسكي بس ال 200 جنيه دي. امسكي 200 جنيه دي. ممكن تشتري بيهم شويه فينو وجبن ولانشون وكده وتقفي على اي مصيف. على فكره ده مشروع بيكسب كويس قوي. ماشي يا عم ماشي. بمناسبة المشاريع صحيح، ايه؟ طب ما انت ممكن تأجر الشقة دهية، ولا اقول لك انت ممكن تبيعها وبالفلوس بتاعتها تاخد جزء تعمل بيه مشروع والجزء التاني تجيب لك شقة كده محندقة على قدك في مكان كويس، بدل ما يجي حرامي غلبان زي يتخدع فيك يا موظف. سلم عليا. سلام. ماشي. يلا. كانت يا نهار مش فايق. انا نسيت الكهرباء ولعت.
معايا ست وانا شاغل الرد كله. محدش واخد منها حاجه. ماشيين في الحياة مليانين بالحوار، ماشيين في الحياة مليانين بالحوار، طريقنا ملهوش مصلاش معروف أكاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون المسرحية، مرحلة الدراسات العليا، شعبة الإخراج الدرامي، قسم الديكور تحت إشراف دكتور أحمد عبد العزيز، قسم الإخراج تحت إشراف أستاذة دكتورة سميرة محسن. العرض المسرحي شقة جاردن سيتي، إضاءة وليد درويش، ديكور هاجر سعيد، هيئة الإخراج أحمد الحسن، مريم وجدي، محمد حسين، تمثيل أمنية حسن، العرض المسرحي شقة جاردن سيتي، تأليف عبد الله شاهد، تمثيل وإخراج محمد سراج الدين. شكرا جدا. شكرا حضرتك، شرفت بيكم جدا واشكركم جدا على الحضور. شكرا لاساتذتي طبعا، اشكركم جدا. شكرا لحضرتك.